السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى والله انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في الطبخ المغربي مع ملك، وعلى الفيسبوك اسماء الروم. اليوم جيت نشارك معكم هاد الاقتباسات ديال البيبي اللي كيجيو رائعين وكيجيو هشاش وبواحد اللذه اللي كتكون غزاله، وبواحد المكون اللي كيجيبو لذاذ بزاف وكيجيو هشاش وكيجيو رائعين. هنايا غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نشد هاد القرده ولا الصدر تاع البيبي كله شنو كيسميه، غادي نقطعوه بهاد الطريقه هادي على حساب القتيبات اللي عندي. اليوم غادي نوضعوه على الفاخر، ما كاينش البوطه ما كاينش المقله، اليوم غنديرو على الفخرات. صافي غادي نقطعوهم بهاد الطريقه هادي حتى على الحجم اللي بغيتو نتوما. يعني كاين اللي كيقطعهم على الحجم مستطيل، يعني كيكونوا شويه طوال، كاين اللي كيقطعهم على هذا الشكل اللي كنقطعهم انا، شكل مربعات عادي بحال القتيبات اللي كنديرو. صافي على هذا الشكل هذا غادي نبقى غدا حتى نكمل جميع هاد الصدر اللي عندي بهاد الطريقه هادي. وهنا من بعد ما قطعته غادي ندير دابا التوابل مع القطعه البزار، وغادي ندير معلقه تقريبا كبيره ديال العطريه تاع الدجاج، راها كتعطي فيها واحد اللذه اللي كتكون رائعه. حتى ضفت 2 معالق صغار ديال هاد العطريه، خديت معلقه تاع السكينجبير وواحد الحامضه اللي عصرت غير العصير ديالها، وخديت معلقه تاع الخل و2 معالق تاع الزيت وواحد المعلقه تاع الملح. صافي دابا وغادي نضيف عليهم القزبر والمعدنوس، واحد البصيله مقطعه. صدقوني العطريه تاع الدجاج راه عطاتهم واحد اللذه اللي كتكون رائعه، يعني مستحيل تجربوها ما تعجبكمش. غير جربوها ان شاء الله وردوا عليا الخبر في التعاليق، راها كتعطي واحد اللذه اللي كتكون رائعه وكيجيو لذيذ وكيجيو هشاش بزاف. وهنايا غادي نحاول ندخل فيهم هذيك العطيريه مزيان، وغادي نخليهم حتى ساعه حتى ساعتين حتى 3 سوايع، قد ما خليتيهم قد ما كيهشاشوا وكتدخل فيهم هذيك العطيريه وكتعطي فيهم واحد البنه اللي كيجيو رائعين. يعني كيجيو مشويين بحال الدجاج محمر، بحال واحد اللذه اللي كتجي فيهم مستحيل تجربوها ما تعجبكمش، كيجيو غزالين ما شاء الله. صافي انا غادي نغطيه ونخليه دابا، انا غادي نخليه حتى 3 سوايع، عندي الوقت الكافي. صافي انا غادي نديرهم يعني حتى الليل، ودابا غادي نخليهم اكثر من 3 سوايع، دابا تقريبا العصر بينما وصلت عندي ميمتي. حتى ميمتي اليوم جايه عندي راني فرحانه بزاف. ايوا وقلت شنو غادي ندير لها، غادي ندير لها هاد الاقتباسات تاع البيبي اللي كيجيو رائعين وكيعجبوها هي بزاف هاد العطيريه. صافي دابا من بعد ما خليتهم ارتاحوا تقريبا راه اكثر من 3 سوايع، جبت هاد الاقتباسات اللي عندي وغادي نضيفهم بهاد الطريقه هادي. راني شاركتهم معكم حتىش كيجيو غزالين، راه ما نشاركش معكم شي حاجه اللي ما كتصدقش، يعني شي حاجه اللي كنتاكد منها وكتكون بالضامن غادا كتجي غزاله، يعني كتصدق ليا عاده كنشاركها معكم. راه ما نوضش نشارك معكم شي حاجه اللي غادا تكون كتجي عيانه وغادا نوض انا نشاركها معكم، راه ما يمكنش. ايوا هنايا شعلت الفخرات وجات شويه وحطيت القتيبات اللي كيطيبوا على خاطرهم، وحاطه الماء يطيب باش نعمروا واحد الكويس ساعتين اللي هو كيجي مشيحر. صافي هنا من بعد ما شوينا القتيبات بهاد الطريقه هذه، شوفوا راه كيجيو هشاشين. انا نقسم معكم هاد الوحيده هذه راه كيجيو هشاش وكيجيو رطبين، وما نعاودش لكم على اللذه اللي كتجي فيهم. وهنايا كنتمنى من الله انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. والكويس ساعتها هو عمر، راه كيبان لكم بالكشيكيشه ديالو راه جا رائع حتى هو عمرناه على الفاخر، وراه ما نعاودش لكم على اللذه كتجي فيه مني كيوجد كساعتين على الفاخر. صافي وهادو هما القتيبات، هذا هو الكويس ساعتين. كنتمنى من الله ان ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على الوقت ديالكم اللي كتقدموا ليا وعلى مشاهده الفيديو. كنتمنى من الله اللي شاف القناه وعجبو المحتوى يدير لنا اشتراك ولايك الفيديو وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء باش تنال الفائده، وهكا باش كدعموني باش كنزيد نواصل في هذا المحتوى هذا. والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.